قبل ما نتكلم على اي حاجه انا عايزكم تسمعوا الفيديو ده، عايزكم تشوفوا الفيديو ده كويس قوي. ده اتنين شابين قصدي، معلش انا اسف، شابين راكبين عربيه وعملوا حادثه في الطريق وسكرات الموت. شوف بقى كميه سكرات الموت، كميه الاهات، لازم نخلي بالنا من حياتنا يا جماعه، لازم نخلي بالنا جدا من حياتنا. اتفرجوا على الفيديو ده وبعد كده تعالوا نكمل بقيه الفيديو. اخباركم يا جماعه؟ حلقتنا النهارده بتتكلم عن الدنيا ومشاكل الدنيا والحياه اللي بتاخدنا دايما، ومفروض اللي احنا ناخد بالنا اللي احنا كده كده هنسيب الحياه اللي احنا اللي هيانا دي، هنسيب الحياه وهنمشي. يعني المفروض يا جماعة اللي انتوا تاخدوا بالكوا قوي اللي احنا ضيوف في الدنيا دي. ما فيش داعي اللي انت تيجي على زميلك او زميلك يجي عليك، او ان انت تتخانق عشان فلوس، او انت تقتل عشان فلوس، او انت تبيع اخوك عشان خاطر فلوس. كلنا هنسيبها ونمشي، والله العظيم كلنا هنسيبها ونمشي. احنا مجرد ضيوف فيها يا جماعة، والله مجرد ضيوف فيها. مفيش داعي الواحد ينصب على التاني، مفيش داعي الواحد يقتل واحد. ما الحاجات الجرايم اللي احنا بنسمعها دي يا جماعة، خلوا بالكوا احنا هنا ضيوف في الدنيا دي. ما في، انا ممكن وانا بعمل الفيديو قدامكم دلوقتي ممكن اموت قدام الكاميرا. طيب احنا كان عندنا اتنين شابين. طبعا الفيديو بتاع الحادث السيارة ناس كتير قوي عرفت بيها، ودلوقتي انا برضه هوريها لكم علشان خاطر للتوعية. الفيديو ده يا جماعة للتوعية، الناس لازم تفهم ان احنا ضيوف في الدنيا، والله العظيم احنا ضيوف في الدنيا. مفيش داعي ان احنا نقعد نقتل في بعض وننصب على بعض مفيش داعي والله يا جماعة، احنا ضيوف في الدنيا دي قسما بالله. اتنين شابين راكبين عربية عملوا حادثة في الطريق، وياه على سكرات الموت يا جماعة، ياه على سكرات الموت. تسمع صوتهم وهم في لحظاتهم الأخيرة بسكرات الموت، الصوت يرعب. يعني دي أكتريتكم شفتوا الفيديو، وأكترية الناس برضو ما خدوش بالهم أو ما شافوش حاجة أو ما سمعوش عن الموضوع حاجة. وأنا في الحلقة دي يا جماعة أنا دلوقتي هوريكم الفيديو قدامكم، وانا زعلان، انا زعلان جدا اللي انتوا هتشوفوا فيديو زي ده. بس ده للتوعية مش اكتر. لازم الناس تخلي بالها من صلواتها، لازم الناس تخلي بالها من اللي احنا ضيوف في الدنيا دي. انت هنا ضيف لما تيجي انت تروح مثلا اوتيل، او تروح سوبر ماركت، او تروح مش عارف كازينو او كده، اللي انت تطلب حاجات مثلا، فانت بيجي لك بعد كده الفاتوره اللي انت بالحساب اللي انت عملتها، لازم تدفع المشاريب اللي انت شربتها. المشاريب دي اللي هي ايه؟ اللي انت عايش في الحياه، عايش في الدنيا. انت عليك صلوات، 5 صلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لازم ال5 صلوات دول تقضيهم، دول دين عليك. لازم انت مثلا قعدت شهر شهرين 3 ما تصليش، وفجأة بقيت بتصلي، طب ماشي، فين الصلوات اللي متأخرة عليك؟ انت لازم تسددهم قبل ما تقابل رب كريم. لازم تسدد الدين اللي عليك، لازم ما يبقاش عليك اي دين قبل ما تدفن. يا جماعة خلي بالكم من صلواتكم، خلي بالكم من صلواتكم. لازم
لازم تدفعوا الدين اللي عليكم، اللي هو ايه، مش واحد مثلا عم فلان عليا كذا، اصل انا عليا فلوس كذا. لا، انا بتكلمش على الدين ده، انا بتكلمش على الدين اللي هي بتاعت الحياة، انا بتكلم على الدين بتاع ربنا. انت عليك ديون لازم تسددها، الصلوات اللي راحت عليك دي لازم تصليها. انت طبعا بالك كتير ما بتصليش، وفجأة بقيت بتصلي ملتزم، ربنا كرمك، تمام. طيب تسدد الدين ده اللي عليك ازاي؟ تسددها اولا بصدقات، تسددها بالسنه اللي انت بتصليها. يعني مثلا ما يجيش مثلا في صلاه التراويح يقول لك يا عم ده سنه انا مش هصليها، لا لازم تصليها، لان ده الصلوات الكتير اللي راحت عليك، او الدين اللي عليك ده برضو اللي هيشفع لك في يوم القيامه، الصلوات السنه اللي انت بتصليها. سواء انت بتصلي مثلا السنه قبل الصبح، قبل صلاه الفجر، بتصلي السنه قبل صلاه الظهر، بتصلي السنه قبل صلاه العصر، فالحاجات دي كلها بتخفف الدين اللي عليك. او صلوات التراويح اللي هي السنه اللي انت بتقول مش مهم انا اصليها لان هي سنه مش فرض، وده برضو بيخفف من الدين اللي عليك. يا جماعة احنا لازم نخلي بالنا، لازم نخلي بالنا من حياتنا، لازم نخلي بالنا نعيش كل لحظة في حياتنا نسدد الديون اللي علينا. لازم كل لحظة في حياتنا نعمل حساب لآخرتنا، مش لازم كل مرة نعمل حساب فلوس وفلل بقى وعربيات وحاجات اللي هي بتاعت الدنيا دي. يا جماعة اهم من الدنيا، اهم من الفلوس، اهم من العيشة اللي احنا عايشينها، اهم من كل ده اللي احنا لازم نكون عاملين احتياطاتنا احتياط كامل. لازم نكون عاملين احتياطاتنا وكل حاجة وكل تركيزنا في اللي احنا لما نقابل ربنا بعد ما نموت ونبقى في التربة دي، بعد ما نقابل ربنا ونموت ونبقى في التربة دي، هنقول له ايه؟ ارحموا الناس يا جماعة، ارحموا الناس. التليفونات اكلت عقول الناس، الفيسبوك والمواقع الإباحية وحاجات كتير قوي كلت عقول الناس. يا جماعة الرحمة، ارحمونا. الناس اللي هي بتحط مواقع إباحية سواء على اليوتيوب، سواء على الفيسبوك، سواء في أي مكان، في شقق مشبوهة، في مش عارف ايه. يا جماعة ارحموا الناس دي، ارحموهم بالله عليكم، ارحموهم، ابوس ايديكم ارحموهم. المواقع الاباحية لازم تتلغي من على النت عموما، المواقع الاباحية دي، لان الوضع الشباب كلها في داهية. الاستفزاز اللي احنا بنشوفه على الفيسبوك او على اي منصة من المنصات، يا جماعة خلي بالكم لما نموت ربنا هيسألك، او الملائكة تقريبا هتسألك، اصل ما متش قبل كده، انا مش راجل دين، انا بسألك دلوقتي هل انت بتصلي؟ طب ماشي، هترد عليا تقول لي ايه؟ انا كبشر زيك اهو، انا هسألك دلوقتي انت بتصلي، هترد عليا تقول لي ايه؟ هتقول لي مالكش دعوة ليه، ربنا يحاسبني. طب هل انت لما تروح له ويقول لك هل انت كنت بتصلي، انت كنت بتصوم، طب ما كنتش بتصوم ليه، ما كنتش بتصلي ليه، هتقول له ايه؟ احنا لازم نفهم، لازم نعرف، لازم دلوقتي نمسك ايد بعض، لازم دلوقتي نفهم. الفيديو ده اللي انا هعرضها عليكم يا جماعة لازم كل واحد ياخد باله. لما نموت هنقول لربنا ايه؟ هنقول للملائكة اللي هتسألنا انت دينك ايه؟ بتصلي ولا ما بتصليش؟ لازم يبقى عندنا كل اجابة لأي سؤال لما ننزل القبور بتاعتنا. الدنيا دي مجرد يعني عايشين فيها عشان خاطر نعمل اللي ربنا قال لنا عليه، الصلاة والصوم والصدقات. يا جماعة خليكم فاكرين ربنا شوية، ابعدوا عن الشهوات، النسوان والناس اللي تمشي في الشوارع جيبة ضيقة وشعر الاصفر الكيرلي ارحمونا ابوس ايديكم، ارحمونا. الدنيا دي صغيرة، لحظات وهتعدي، لحظات دي مثلا لو عدى 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة هتعدي. انت دلوقتي عندك كام سنة؟ عندك 20 سنة. طيب من 20 سنة اللي انت عشتهم في حياتك صليت كام مرة؟ لازم تحط في دماغك انت عليك دين قد ايه لازم تسدده قبل ما توصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. يا جماعة اول لما توصل للقبور احنا خلاص لحظات وهنبقى في القبور. ارحمونا يا جماعة. اي معاصي اي معاصي لازم تتشال من عليكم. طيب هنشيلها ازاي؟ احنا عملنا معاصي كتير جدا، مفيش مشكلة، ربنا غفور رحيم.
ابتدي من النهارده، من دلوقتي قوم صلي، من دلوقتي اعمل صدقات، من دلوقتي اعمل كل حاجة ربنا أمرك بيها، اعمل كل حاجة ربنا أمرك بيها. أي حاجة حرام، أي حاجة غلط، أي حاجة كبرى من الكبائر بطل تعملها، وربنا غفور رحيم. لازم تصحى، لازم تفوق قبل ما تموت وتبقى في قبر من القبور كلهم يسيبوك ويمشوا، هياخدوك في كفن يرموك تحت الأرض ويمشوا ويسيبوك، وانت مش حدش هينفعك غير عملك.